تغطية لمونديال كأس العالم، وشفتوا أنتم الفيديو الترويجي واللي هو ملخص عن كأس العالم 98 في فرنسا. إن شاء الله أنه بنغطيه تغطية شاملة الليلة، وفي ضيف عزيز قدير من الناس اللي حضروا في المونديال بيعطينا تفاصيله. كأس العالم عام 98 بنزل لكم شعار البطولة والكرة الرسمية في كأس العالم. الشعار هو الديك الفرنسي، وتسمى الديوك الفرنسية نسبة إلى أنه من التقاليد الشائعة في فرنسا، بل أنه المنتخب الفرنسي اعتمد على شعاراته عام 96-97 ميلاد. الكرة زي ما شفتوها مكتوب عليها تريكولور بالفرنسية، يعني ثلاثية الألوان، وزي ما شفتوها ترمز إلى الأبيض والأزرق والأحمر للمنتخب الفرنسي. كأس العالم 98 فرنسا ليش مختلف وليش نوعي وليش له صيت يعني عالي جدا؟ لي ثلاثة أسباب. الأول أنه البطولة هذه أغلب المنتخبات الأوروبية القوية مثل ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، هولندا كلها كانت حاضرة في البطولة. هذا أولا. ثانيا أنه فرنسا ما لعبت في كأس العالم 94 وكانت تحمل انتقادات كبيرة وكذا، وكانت تعد العدة لهذا المونديال. الشيء الثالث والمهم واللي غير وجه كأس العالم إلى يومنا هذا عدد الفرق المشاركة. من أول كان 26 فريق و6 مجموعات، الآن صار 32 منتخب تلعب و64 مباراة تلعب وثمان مجموعات، اللي هي إذا انتهت دور المجموعات يصير دور 16 دور 8 دور 4 وإلى آخره. إلين الآن هي مستمرة. الشيء الثالث يا جماعة والمهم إنه في أساطير كرة القدم الحديثة طلع نجمين اكتسحوا في المونديال هذاك واستمروا في الألفية بشكل عام. من هم؟ هو زين الدين زيدان ورونالدو. الاثنين هذولا يعني جلبوا كأس العالم لمنتخباتهم، سواء زيدان في عام 98 أو رونالدو في عام 2002، واستمروا بإبداعات. طيب قبل ما نبدأ في المونديال في حدثين مهمة جدا وهي أعطت أصداء المونديال. الحدث الأول هدف روبرتو كارلوس اللي قال كذا، اللي صدق حسب حساب الهواء، والله لا بطي شباب ولا ماجد هادي كذا كان لاف اللي حير علماء الفيزياء في الموضوع هذا. كانت في بطولة في مغالطات كثيرة، في ناس يقولوا انه هذا هدف روبرتو كارلوس امام فرنسا في كأس العالم 98. لا، البرازيل لما قابلت فرنسا في 98 قابلتها في النهائي ولا سجلت هدف في البرازيل، فازت فرنسا بالنهائي. لكن المباراة فرنسا والبرازيل كانت بطولة ودية قامتها فرنسا استعدادا لكأس العالم 98، وكان فيها الهدف الخرافي اللي شاته روبرتو كارلوس، شوته فاول واخذ لفة كذا ثم دخل المرمى. يعني تشوف الكرة كانت طالع برا بعدين رجعت، فيها فيديوهات كثيرة على اليوتيوب. الشيء الثاني روماريو لعب معهم، ولكن بعدها بأشهر استبعد روماريو من تشكيلة منتخب. خلاص انتهى. هذا رئيسه روبرتو كارلوس يشوط، هي جول روبرتو كارلوس وهدف صاروخي قوي. روبرتو كارلوس أرجو روبرتو كارلوس اللي يسجل هدف البرازيل الأول وأول هدف له في هذه النهائيات. هنا الجماهير البرازيلية شوف فعلا تتفاعل بشكل جميل مع هذه المباراة ومع هدف روبرتو كارلوس، هو اللي شوته يعني قد تزيد عن 100 كيلو متر بالساعة. يا حليلك يا جانتك، راحت على شوف ما تقدر طبعا يحصلها وهي تروح تلف، وهذا روبرتو كارلوس يحب شماله فيها وحاول معها اللي هو الجنتل. لكن ففي هذه البطولة شارك فيها روماريو، فلما رجع منتخب البرازيل استعدادا لمونديال 98 وتعلن الأسماء النهائية استبعد روماريو لعب في مونديال 90 وفي مونديال 98 كان من أبرز لعيبة منتخب البرازيل واللي جاب الكأس للبرازيل. في عام 94 في عام 98 كان في عز مستواه والبرازيليين يبغونه، ولكن المدرب زاغالو استبعده. وتذكر وقتها والله العظيم ذيك الايام الصحف والقنوات والى اخره، حتى لما عقد مؤتمر صحفي بكى روماريو من الاستبعاد، بل ان رئيس الدولة البرازيل توسط لروماريو وقتها عند زاغالو وقال له يا حبيبي ما فيش، عندنا جيل جديد يبدأ. شوف الفيديو. Prendido com a notícia. Tem sei que não acontecesse isso, mas faz parte.
No Brasil, a comoção foi geral. Milhares de torcedores não engoliram aquele corte. Eu vou torcer para a Argentina, não vou torcer para o Brasil. Na entrevista coletiva, que se emocionou mais de uma vez, Romário saiu aplaudido pelos jornalistas. هذا على المستوى العالمي. طيب على مستوى منتخب فرنسا ايش اللي كانت الاستعدادات؟ التطور، الاستعداد من اعلى سلطة في البلد يعني محاولة كسب هذه البطولة بأي شكل من الاشكال، وفي ضغوطات ايضا ثانية. خلوكم معنا قبل ما نبدأ في البطولة. ارحب انا وياكم بالكابتن القدير نواف التمياط، اللي انا طلبته بما انه شارك في ذاك البطولة يعطينا الأجواء العامة للمونديال وإيش يتذكر من هذيك الأيام، مع أنه كابتن نواف شارك في البطولة خصوصا في مباراة جنوب أفريقيا الثالثة وأبدع فيها إبداع. فيما يتعلق سؤال للكابتن نواف، هو بما أنه شخص حضر هناك يعطينا الأجواء العامة للمونديال وقتها. ما تكلمنا عن السعودية مع كامل احترامنا لتقدير السعودية ومشاركتها والدول العربية، لكن كنا نبحث بشكل عام عن المونديال علشان نعطيكم مادة قيمة. خلوكم معنا في المعلومات القيمة اللي بيقدمها أبو بندر. مساكم الله بالخير. اليوم بتكلم معكم عن كأس العالم 98. حفزني إلى ذلك أخوي ثواب السبيعي ساح يوتيوب والمعروف لا يعرف بحديثي عن سلسلة كؤوس العالم عبر التاريخ. خصوصية كأس العالم 98 بالنسبة للمنتخب الفرنسي تحديدا كونه لم يتأهل ل 94، فظل طول 4 سنوات حتى 98 عرضة للانتقادات بشكل كبير. لم يفز من قبل بكأس العالم، فقط بطولة أوروبا عام 84 بقيادة بلاتيني. بعد ذلك فقط ينافس ويخرج من أدوار النهائية. فكان المنتخب الفرنسي في 98 عرضة للانتقادات طول هذه ال4 سنوات التحضيرية لكأس العالم، خاصة أنه تحملها بشجاعة إيمي جاكي في عملية نوعية اختيار اللاعبين الشبان اللي تواجدوا في تلك الفترة. الانتقادات العدة طالت أنه أغلب اللاعبين من المهاجرين الفرنسيين، بقدرة إيمي جاكي على احتواء الضغوط والعمل تحت. طبعا ميزة أي مدير فني مدرب كبير هي العمل تحت الضغوط. هذا ما أثبته عمليا إيمي جاكي بقيادته باقتدار المنتخب الفرنسي والمجموعة. قوي شخصية، تحمل كثير من الأسئلة الاستفزازية في جميع المؤتمرات الصحفية، استطاع الإجابة بإقناع في المؤتمرات وفي الملعب أيضا، من خلال اختيار التشكيل الأمثل، من اختيار التكتيك المناسب لإمكانيات هؤلاء اللاعبين اللي استطاعوا تقديم يعني كأس عالم استثنائية مستوى ونتيجة، والفوز بأول بطولة لفرنسا. هؤلاء أبناء المهاجرين الفرنسيين، الأبناء المهاجرين اللي ولدوا في فرنسا، أحرزوا أول كأس عالم لمنتخب بلادهم. استحق احترام العالم أجمع إيمي جاكي. والدرس المستفاد أنه الإعلام الفرنسي قدم اعتذاره في التلفزيون وفي الصحف لإيمي جاكي، اللي أيضا بدوره قدم استقالته، لأنه يعلم هذا أكثر إنجاز ممكن يحقق كمدرب هو الفوز بكأس العالم. فتحية لإيمي جاكي وكل النجوم. تحية للكابتن الخلوق نواف التمياط، اللي كأس العالم 98 كان بروزه بشكل رسمي وشكل دولي في مباراة جنوب أفريقيا نتذكر. مشاركة المنتخب السعودي بشكل سريع، طاح في مجموعة الصعب الدنمارك وفرنسا وجنوب أفريقيا. فرنسا فازت على المنتخب السعودي 4-0، وكان مطرود المنتخب السعودي الخلاوي وبعدها طرد زيدان. خسرنا أمام الدنمارك بهدف. المستوى كان متذبذب، لكن يعذر المنتخب السعودي لأنه طاح مع فرنسا والدنمارك وصلوا أدوار متقدمة، وفرنسا فازت في النهاية على البرازيل كامل نجومه 3-0. فأنا أعتقد أنهم مشاركة يعني متوسطة. لكن في الأدوار ال16 وال8 سقطت دول، يعني منتخبات عريقة طلعت، وكان فيه منتخبات بارزة مثل كرواتيا لأول مرة توصل لدور الثلاثة، دور المستوى الثالث. الباراغواي وصلت يوغوسلافيا برضو. فنجي لأدوار الأربعة بشكل عام. فرنسا فازت في مبارياتها كلها إلا تعادل 1 إلين على النهاية. البرازيل كذلك فازت باكتساح 3-4 إلين وصلت دور الأربعة. دور الأربعة يا جماعة كان دور يعني قوي جدا بين فرنسا وكرواتيا وبين هولندا والبرازيل. يا جماعة من أميز مباريات كرة القدم اللي ممكن تشوفها في كؤوس العالم هي مباراة البرازيل وهولندا في دور الأربعة في كأس العالم 98. شيء عظيم
ابرز نجوم هولندا وابرز نجوم البرازيل، ومباراة جلد يا جماعة، شيء فظيع. 1-1 واشواط اضافية وركلات ترجيح وفازت البرازيل. بعد ما انتهي من كاس العالم 98 بنزل لكم ملخص المباراة هذه، وان بغيت تشوفها كلها كاملة استمتع. قبل ما ندخل في النهائي خلوني انزل لكم مباريات خالدة زي مباراة البرازيل وهولندا في الدور الأربعة، ايضا مباراة انجلترا والارجنتين 2-2 وركلات ترجيح وطرد فيها بيكهام. ايضا هدف مايكل اوين، هو من اللعيبه الافضل لاعب شاب في المونديال، مايكل اوين الانجليزي، سجل هدف على الارجنتين خرافي. طيب قبلها مباراه الارجنتين وهولندا ظهر في دور 16 او دور 16 كانت 1-1، وفي اخر الدقائق سجل بيركام هدف في قمه الروعه، لا في الاستقبال ولا في سحبه المدافع او حتى الهدف بالمشط. بنزل لكم الاهداف هذه وبعدين ننتقل الى النهائي ونشوف الديوك وزيدان ايش سووا في البرازيل والجموا العالم كله كانت تشجع البرازيل وان البرازيل بتفوز بسهوله، ولكن النهائي كان خالف التوقعات، مذبحه كرويه للبرازيليين. خلونا نشوف. فرانك ديبور لبيركام، بيركام الكرة معاه، جول جول جول! الله عليك يا بيركام، الله عليك يا بيركام، يا سلام! بيركام وهدف! In a flash and finds Beckham. Beckham now to Owen, and here's another Owen run. He's going to worry them again. It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal! واختم أنا وياكم اليوم في هذه السلسلة الجميلة من كأس العالم اللي كان لها طابع مختلف بقوة المنتخبات اللي شاركت، الأوروبية أيضا اللاتينية بقيادة البرازيل والأرجنتين ووصولهم في التصفيات النهائية وحتى المباراة النهائية البرازيل، أو أيضا حتى مفاجأة فرنسا في هذه البطولة وتسجيل اسمها كبطل جديد. من أول كانت الفرق معروفة، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وتدور على هالموضوع هذا. الآن صار في بطل جديد فرنسا. شكرا لاستماعكم ونشوفكم في الحلقات القادمة.